اهلا بيكم ووصفه جديده من مطبخ السبع بهارات. وصفتنا النهارده ان شاء الله هتكون الفراخ المشويه. هقولك ازاي تعملي تتبيله جميله جدا للفراخ المشويه، وازاي تشويها بالطريقه الجميله دي واللون الجميل اللي انت شايفاه في الفيديو ده. هنبدا بسم الله ونصلي على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. معايا فرختين، وزن الفرخه تقريبا 2 كيلو. بغسلها كويس وبجهزها للحشو. ان شاء الله هعمل لكم فيديو منفصل اعرفك ازاي تخلي الفرخه وتجهزيها للحشو بالشكل اللي انت شايفاه في الفيديو ده. باخد الفراخ بتاعتي وبغسلها كويس بالميه، وبعد كده بعصر عليها ليمونتين 3 وبحط عليها كميه من الملح وبسيبها تتنقع لمده 10 دقايق. وبعد كده بغسلها اكتر من مره بالميه واغسلها كويس لحد ما تنضف معايا ويبقى لونها ابيض زي ما انت شايفه كده، وبصفيها كويس من الميه. هنبدأ نعمل الخلطة بتاعتنا. معايا المكونات بتاعتي عبارة عن 2 من الطماطم وبصلتين، ومعايا قرن فلفل اخضر وقرن فلفل احمر حراق و10 فصوص من الثوم، ومعايا كمان فنجان من عصير الليمون وفنجان من الخل وفنجان من الزيت، ومعايا معلقتين كبار من صلصة الطماطم الجاهزة ومعلقتين كبار من المستردة، ومعايا كمان علبة من الزبادي. والبهارات بتاعتي معلقه كبيره من الملح ومعلقه كبيره من السبع بهارات ومعلقه كبيره من الزعتر ومعلقتين صغيرين من الفلفل الاسود ومعلقتين صغيرين من الكمون ومعلقتين صغيرين من البابريكا. هاخد الخضار بتاعي البصل والطماطم والفلفل والثوم، وهحط معاهم كمان الخل وعصير الليمون، هحطهم في شفشق الخلاط وبطحنهم كويس جدا عشان يكونوا ناعمين جدا جدا. انا عايزه الخليط بتاعي يكون ناعم زي ما انت شايفه كده في الفيديو. وبجيب بولة معايا كبيرة وبحط فيها علبة علبة الزبادي دي وزنها تقريبا 150 جرام، ومعلقتين كبار من المستردة ومعلقتين كبار من الصلصة الجاهزة وفنجان الزيت. وابدأ انزل معايا بالبهارات بتاعتي، ملح وفلفل اسود والسبع بهارات وكمون وبابريكا وزعتر. بقلب المكونات دي كلها كده مع بعضها بالمضرب لحد ما الزبادي بتاعي يتجانس مع الخليط ويبقى ناعم جدا. وببدأ انزل بالخليط بتاعي بتاع الخضار الطماطم والبصل وبقلب الخليط كله كده مع بعضه. ما شاء الله الخلطة دي جميلة جدا ومظبوطة وبتديك طعم جميل جدا للفراخ المشوية. طبعا غسلت الفراخ كويس جدا بالمية وصفيتها جدا جدا من المية، عايزاها تتصفى تماما من المية علشان تاخد كل الطعم بتاع الخلطة بتاعتي. ببدأ اتبل الفراخ بتاعتي بالشكل ده وادخل الخلطة بتاعتي جوه الفراخ كده من على الجنبين. الخلطة دي بتكفي تتبل الفرختين. ممكن كمان لو بقى منك شوية بتحطها في الفريزر وبتستخدمها في اي وقت. بتبل الفراخ بتاعتي كويس وبغطيها وبسيبها في التلاجة لمدة ليلة كاملة. يفضل ان انت تسيب الفراخ المشوية بتاعتك ليلة كاملة متبلة علشان تستوي معاكي وبتشرب كده من التتبيلة بتاعتك وتبقى طعمها جميل جدا. ولو ما عندكش وقت اقل حاجة ممكن تسيبيها 4 أو 6 ساعات في التتبيلة دي. بتحط كمية الخلطة بتاعتك، بتغرقي كده الفراخ كلها كده بالخلطة عشان تتشرب وتبقى طعمها جميل. هغطيها وادخلها التلاجة واسيبها زي ما قلتلك ليلة كاملة. وبعد كده باخدها وبحطها على الشبك بتاع الشوي بتاعي زي ما انت شايفة كده. بتفرديها كويس على الشبكة وبتقفلي الشبكة كويس وبتكوني مولعة الفحم ومظبطاه، وبتبدأي تحطيها على الجنب اللي فيه العظم الاول، وتأكدي ان الفحم بتاعك يكون هادي كده، ما يكونش حرارته عالية. يعني بعد الفحم ما بيولع وتفرديه بتسيبيه يهدى شوية عشان الفراخ بتاعتك اول ما تحطيها ما تتحرقش منك.
بتسيبيها من 10 دقايق لربع ساعة على الجنب اللي فيه العظم في البداية. اهم حاجة الفحم يكون هادي، ما يكونش حرارته عالية جدا عشان ما تحرقش منك. وتبداي تقلبيها على الجنب اللي فيه الجلد، برضو تسيبيها حوالي 10 دقايق على الجنب اللي فيه الجلد. وبعد كده تفضلي تقلبيها باستمرار كل 5 دقايق على الجنبين علشان تاخد معاكي اللون الجميل ده وتتحمر من كل النواحي، ما يكونش حتة محروقة وحتة لسه ما اتحمرتش. بتاخد وقت تقريبا على النار 45 دقيقة. اهم حاجة باكد عليكي الفحم يكون هادي علشان الفراخ بتاعتك ما تاخدش لون سريع من بره ومن جوه تكون لسه لا قدر الله ما استوتش. ان شاء الله هتعملي الطريقة دي والفراخ هتكون مستوية معاكي ولونها جميل جدا جدا. بتقدميها بألف هنا وشفا، بتقدميها مع سلطة الطحينة وبتقدميها كمان مع السلطة بتاعة المشويات، وبتاكليها بألف هنا وشفا. ان شاء الله لما تجربي الطريقة بتاعة الفراخ المشوية هتعجبك جدا جدا. ان شاء الله تكونوا استفدتم من الفيديو النهاردة، ولو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو انت مش مشتركة عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتي. واسيبكم في امان الله واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.